بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبائي في الله. في هذا الفيديو الموجز لربما سنكشف عن سر لأول مرة يدخل أسماعكم، وهو فيما يخص الحجر الأسود. وكما هو معلوم أن الحجر الأسود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد ثبت أنه كان يقبله وأحيانا يضع خده على هذا الحجر ويبكي. وماذا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال له: يا عمر، هنا تسكب العبرات. ومعلوم في الآثار الصحيحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يقبل الحجر الأسود، قال: لولا أني علمت أنك، قال: والله إني لأعلمك أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقبلك. ما هو سر هذا الحجر؟ سر هذا الحجر أن معلوم في الشريعة، من بعض السنن التي طبقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد كانت سنن من قبله مستنى من أنبياء أو عباد صالحين قبله. لذلك هذا الحجر كان في الجنة، ولما آدم عليه السلام غضب عليه الله سبحانه وتعالى من أكله من الشجرة كما هو معلوم في القرآن، فلما أنزله الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ لم يجد إلا الحجر فحمله معه من الجنة. ومعلوم في النصوص أن هذا الحجر كان أبيض من الحليب، كان لونه أبيض من الحليب. فلما أنزله معه إلى الأرض، كان آدم عليه السلام لما يتذكر الجنة، كان آدم عليه السلام لما يشتاق إلى الجنة فيحمل هذا الحجر ويقبله ويبكي، مستأنسا ومتذكرا الجنة ونعيمها. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني.